إذا لا يزال هناك في هذه الصيغة اللي جات الجديدة نوعان من الأطر: موظف الوزارة وموظف الأكاديميات. غيرت الموارد البشرية. موظف الوزارة هما عامين، وموظف الأكاديميات راهم اللي مسؤولة عليهم هي الأكاديمية. خاص الصيغة تكون واضحة وفك الارتباط وفك الاشتباك بلغة سليمة وواضحة. إذا سواء راه ما حلتش المشكل، راه تأكدت بأن عندنا نوعين من الأطر بمستوياتين، بجوج المستويات. واحد راه ديال الوزارة وديال قطاع التربية الوطنية، والآخر ديال الأكاديمية. الأكاديمية مبغيناش نبقاو نشوفوها ولا نشموها ولا نعرفوها، ما تبقاش تبان في الصيغة، وما يبقاش الازدواجية وما تبقاش الثنائية، يولي إطار واحد ونعطيو الصيغة الواضحة وما فيها التباس. ما لا أتكلم يحضر وزير الشغل والسميح، يحضر وزير الشغل ولا يحضر وزير لا يهمني أنا يهمني القانون يطبق وفك هذا الارتباط ديال المتعاقدين مع الأكاديمية. الصيغة دار مادة الأولى ونفكوا الالتباس. مادة أولى: يسري هذا النظام الأساسي الخاص على موظفي قطاع التربية الوطنية بالوزارة. كاملين مادة أولى، وهي اللي غادي تبقى فالابل. ونجيبوا مادة ثانية اللي غادي نسخوا فيها الأكاديمية، نأكدوا ونثبتوا هذه المسألة. إذا يسري هذا النظام الأساسي الخاص على موظفي أو جميع أو كل موظفي قطاع التربية الوطنية بالوزارة. هي واضحة، نقطة أولى. وباش نهزوا هذوك الأكاديميات وندخلوهم مع جميع قطاع التربية الوطنية نديروا مادة ثانية واضحة: ينقل جميع أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها حاليا إلى قطاع التربية الوطنية بالوزارة. احنا نقلناهم سالينا، كانوا هنا هزيناهم حطيناهم هنا، ولات كتسري على المادة الأولى: ينقل جميع أساتذة وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها حاليا ليدمجوا في قطاع التربية الوطنية بالوزارة أو إلى قطاع التربية الوطنية بالوزارة.